السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ازيكم عاملين ايه؟ انا قرقوش ان شاء الله باذن الله. فيديو النهارده هعمل معاكم الكيكه بالشوكولاته او الجاتو شاتو زي ما انتوا بتسموه، باسهل طريقه وبسيطه وسريعه جدا جدا للبنات اللي اول مره يخشوا المطبخ او ما بيحبوش يقضوا وقت طويل في المطبخ. ان شاء الله تكون سهله عليهم جدا، وكمان هتكون سهله جدا 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 للعرايس اللي هي بقى ايه لسه متجوزه جديد كده ومش عايزه تقضي وقت طويل في المطبخ. فان شاء الله تكون سهله وبسيطه معاكم ومكوناتها موجوده ومتوفره في كل بيت. يلا بينا على طول نسمي بسم الله ونصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام عشان ربنا يبارك لنا في التحلية الحلوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف معانا المكونات. اولا معايا كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية دقيق، وجوكر العملية كلها كوباية مية مغلية زي ما انتوا شايفين كده البخار طالع منها، ومعلقتين نشا، ومعلقة كاكاو، ومعلقة بن او قهوة زي ما انتوا بتسموها، سواء بقى محوجة بن محوج او بن سادة عادي جدا، بيضتين، باكت من البيكنج باودر والكيك شيف، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا نحطها لكم هناك كده علشان تشوفوها، وبولة لطيفة صغيرة كده علشان ندخل فيها المكونات. يلا بينا على طول نبدأ ونقول بسم الله. مبدئيا قبل ما تبدأي انت خلاص جهزت حاجتك اهو، قبل ما تبدأي تشغلي الخلاط بتاعك لازم تكوني ولعت الفرن على درجة حرارة 180 على ما تجهزي الكيك بتاعك. ولو انت الفرن بتاعك من النوع اللي هو بيحمى بسرعة جدا، حطي الشبكة على اول تدريج بعد ارضية الفرن. انا الفرن بتاعي بيحمى بسرعة جدا جدا وناره عالية، فبحط الشبكة بتاعتي على اول تدريج بعد ارضية الفرن. لكن لو انت درجة الحرارة بتاعتك مظبوطة، المتوسط عندك متوسط والهادي هادي خالص، اوكي تمام، اشتغلي على ارضية الفرن مفيش اي مشاكل. نسمي بسم الله ونبدأ على طول نشتغل في الكيك بتاعنا. اول حاجة هعملها معاكم بسم الله الرحمن الرحيم، هفضي كوباية الزيت واضربها لوحدها لمدة دقيقتين، علشان ضرب الزيت لوحده من غير اي اضافات ليه بيدي هشاشة وطراوة للكيك بتاعك ايا كان الكيك اللي انت هتعمليه. فنسمي بسم الله ونبدأ ضرب في الزيت بتاعنا. انا كده خلاص ضربت الزيت لمدة دقيقتين، لاول ما لونه ابيض معايا كده زي ما انتم شايفينه او افتح، خلاص كده تمام. هبدأ اضيف عليه المية المغلية فورا. بسم الله الرحمن الرحيم. باكد يا جماعة المية تكون مغلية، يعني مش سخنة، لا مغلية، بتقلب معاكي غليان على طول. وما تقلقيش لما تحطي المية المغلية وتفصل كده، ما تقلقيش خالص، ابدأي اضربي وهتلاقي كل حاجة امتزجت وبقت تمام. شايفين كده الفصلان اللي كان موجود اول ما حطيتي الميه مع الزيت ما عادش خالص، بقى لونه كله ابيض. خلاص كده لما توصلي للدرجه دي او للقوام ده ابداي ضيفي السكر بتاعك واضربي تاني على طول. هضيف السكر معاكم على طول وابدا ضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا اضرب بقى على طول. خلاص كده يا بنات انا نزلت بكوبايه السكر مع الميه والزيت والسكر، فضلت اضرب لحد ما السكر داب. ما تقلقوش اللي موجود في الخلاط ده مش حبيبات سكر، دي طرطشه كده من الخليط اللي احنا عاملينه. هبدا في الوقت ده انزل بمعلقه السمنه البلدي. لو انتي ما عندكيش سمنه بلدي تقدري تستخدمي اي نوع سمنه انتي بترتاحي له ويكون ريحته حلوه وكمان يكون صحي، بس طبعا ما فيش اصح من السمنه البلدي. هنزل على طول بمعلقه السمنه البلدي والميه سخنه كده هتدوبها وهتدي ريحه وطعم جامد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وده بيكون شكل الخليط بعد ما نزلت عليه بالمعلقه السمنه البلدي. مش عايزه اقول لكم ريحه الخلاط اول ما بفتحه بيكون عامل ازاي، ريحته تحفه فعلا ما شاء الله اللهم بارك. في الوقت ده هنزل بالبيضتين على طول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص نزلت بالبيضتين، هنزل عليهم بنص معلقه الفانيليا، ده بيكون شكلها. وكمان نسيت اقول لكم في اول الفيديو هنحتاج معلقه خل كبيره علشان زفاره البيض، وكمان هيديله هشاشه حلوه جدا. ده بيكون شكل الخليط بعد ما ضربنا البيض. خلاص كده احنا كده خلاص مش هنحتاج للخلاط، ونقول للخلاط شكرا انت عظيم. نبدأ بقى نيجي للمرحلة التانية اللي هي مرحلة الحاجات بتاعتنا الجافة، اللي هي ايه؟ الدقيق، كوباية دقيق، معلقة كاكاو، معلقتين نشا، معلقة بن، والكيك شيف بتاعنا والبيكنج باودر. وشايفين المج الحلو من الدقيق كده هحط عليه رشة، شايفين الرشة دي؟ هي دي رشة الملح اللي هنحتاجها. انا حبيت اعمل كده علشان اوريها لكم، مش كتير،
لان حد قال لي ان هو المشكله عنده ان هو لما ضاف الملح طلعت مالحه. لا انت حطيتي ملح كتير جدا. شايفينها؟ يا رب تكون واضحه، حاجه كده ما تسكرش. يلا نسمي بسم الله وندخل كل المكونات دي على بعض. انا هنا جبت بوله صغيره كده وحطيت المنخل بتاعي الصغنن ده، انا بحبه جدا. نزلت بيه كوبايه الدقيق بتاعتنا اللي عليها رشه الملح. هنزل بمعلقه البن بتاعنا ومعلقه الكاكاو، كله على بعضه كده، ما تقلقيش هتطلع زي الفل وزي العسل ان شاء الله. خلاص كده هنحط الباكت بتاع البيكنج باودر وكمان الباكت بتاع الكيك شيف، وننخل الكلام ده كله على بعض ونخليه هش كده. انا كده نخلت المكونات الجافه كلها على بعضها. وليه قلتلك؟ علشان تبقى هشه كده، علشان تديكي القوام الهرمي ده. شايفين هو هرم ازاي؟ ارفعي ايدك وانت بتنخلي عن البوله اللي انت بتنخلي فيها علشان يديكي القوام ده. وحاولي ما تتكيش عليه تهبطيه. لا احنا عايزين الدقيق مع البيكنج باودر والكيك شيف والبن والكاكاو والنشا، كل دول مع بعضهم هيديكي طراوه وهشاشه كده فظيعه لو انتي ما هبطيش القوام بتاع الدقيق ده. هنرجع للخلاط بتاعنا العظيم تاني ونبدأ ننزل بالمكونات الجافة دي كده على المكونات السائلة عندنا بالتدريج، ونخلي الخلاط بتاعنا يضربهم ضربة محترمة كده واوريكم شكلهم. نزلت الدقيق بتاعنا في الخلاط، لسه ما ضربتش فيه اي حاجة، بس انا بوريلكم شكله هو نازل. هبدأ اضربه بقى شوية بشوية. ده بيكون شكله بعد اول ما ضربته اول مرة. هفضل اضرب فيه لحد ما الدقيق اللي لازق هنا كده على الجدار بتاع الخلاط ينزل تماما ويكون كده جوسي كده ومفيش فيه اي تكتلات. انا كده شيكت على الخليط الموجود في الخلاط، لقيته كله ما شاء الله امتزج وبقى تمام جدا ومفيش فيه اي تكتلات. وكل الدقيق اللي كان على الجدار هنا بتاع الخلاط نزل تماما وما عادش فيه اي تكتلات تقدر تكون متبقيه معاكي اثناء ما انتي بتخبزي الكيك. لو انتي الخلاط بتاعك مش هيقدر بسرعه ينزل كل الحاجات اللي بيبقى لازقه عليه كده، ساعديه بسباتيولا او اي شيء ونزلي كل الدقيق دي وخليه يضربه كويس جدا. خلاص الخليط بتاعنا هوريلكم شكله قبل ما اصبه في الصينيه. ده بيكون شكل الخليط بتاعنا قبل ما اصبه في الصاج بتاعنا. انا هعمل الصاج بالحجم ده، غلفته بمعلقه سمنه بلدي. مش عايزه اقول لكم ريحه السمنه البلدي بتبقى في الخبيز تحفه تجنن. ده بيكون حجمه. ونسمي بسم الله ونصلي على سيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهننزل كده بالخليط بتاعنا. شايفين ما شاء الله مفيش فيه اي تكتلات خالص، ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا. هنزل كل الكميه اللي في الخلاط وهرجع اوريها لكم. دي كده الصينيه بعد ما نزلت فيها على طول هبدا اخبطها عشان تطلعي اي هواء موجود فيها. وعلى طول كده نسمي بسم الله وندخلها على الفرن بتاعنا اللي متسخن من قبل ما نعمل اي حاجه خالص على 180. بسم الله الرحمن الرحيم ندخلها على طول. ما شاء الله اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده شكل الكيك بتاعنا وهو طالع من الفرن حالا. ما شاء الله. انا عملت كده طرف السكينة نضيف تماما. هبدأ بقى انغزه كده واسقيه. تقدري تسقيه انت باي حاجة، انا عشان عايزاها بسيطة كده ومش مكلفة، لان الجو زي ما انتوا عارفين شتا جدا ومفيش حد عارف، حتى عشان احنا هنا في ارياف محدش عارف حتى يطلع السوبر ماركت يجيب اي طلبات ولا حتى حليب ولا اي حاجه. فانا هسقيها بشويه ميه بسكر. ولو انت عندك متاح اي نوع عصير تقدري اسقي بيها عادي مفيش اي مشاكل. انا مش هسقي بحليب، هسقي بميه بسكر. ده بيكون شكلها بعد ما سقيتها شويه ميه بسكر. وتقدري تسقيها باي شيء زي ما انا قلت لك انت عايزاه، وتزينيها زي ما انت حابه. التزيين ده بيرجع لك انت، يعني ما تقيديش نفسك بشيء. انا دلوقتي هسيبكم واروح اشوف ايه المتاح عندي في التلاجة اللي اقدر ازين بيه الجاتو بتاعنا واطلع احلى شكل منه. رجعت لكم على طول وما غيبتش عليكم على طول. انا دورت وقلت بقى ايه اطلع بقى الجاتو بتاعنا ده شكله حلو ازاي. فلقيت عندي متاح صوص كراميل وصوص شوكليت انا كنت عاملاه. ان شاء الله باذن الله هبقى انزله لكم على القناه لان انا لسه مصورتهوش. هبدا اعمله تاني واصوره لحضراتكم وانزله. وشويه فواكه مجففه كده. تعالوا نطلع احلى شكل من الجاتو بتاعنا.
وده بيكون شكل الجاتو شاتو بتاعنا بعد ما انا حطيت عليه صوص الشوكولاته وصوص الكراميل وشويه الفواكه المجففه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم كمان ان انا عملت كمان صينيه ودخلتها الفرن. ان شاء الله لما تطلع واجهزها هبدا اصور لكم وانزل لكم الصور بتاعتها في الفيديو. وانت كمان مش مقيده انك تعمليها بنفس الشكل اللي انا عملته، انا حبيت اعملها بشكل بسيط جدا جدا اي حد يقدر يعملها. والله ما كنتش مخططة خالص ان انا اعملها، لكن قررت ان انا اعملها فجأة واعملها بالمتاح اللي موجود دلوقتي. فانت كمان ما تتقيديش بحاجة، تقدري تعملي احلى حاجة في الدنيا، تقدري تعملي كل حاجة. وكمان هتكون سهلة عليكي جدا، وتقدري ان لو اولادك عايزين اي حاجة حلوة تقدري تعمليها لهم بسهولة. وقد ايه لو انت عندك اولاد وداخلين معاكي المطبخ وعملت الحاجات ديت الملونه زي ما انا مقطعاها، الكريزات مقطعاها قطع صغيره كده ورميتها بشكل عشوائي، بيفرحوا قوي بالحاجات الملونه دي. انت بالنسبه لك دي حاجه يعني مش منظر قوي ومش شكل، لكن هي بالنسبه لهم حاجه حلوه جدا. فانت دخلي اولادك معاكي المطبخ وخليهم يساعدوكي، خاصه لو هم في سن صغير زي الاطفال اللي بيشبطوا معاكي في المطبخ وعايزين نعمل معاكي يا ماما دخليهم. مش عايزه اقول لكم انا فصلت الفيديو ده كام مرة علشان ابني بيعمل معايا الكيك، وكان يعني ملحوس الدنيا خالص ومبهدلها، لكن فرحته وانبسط بيها وقد ايه هو سعيد بيها على الرغم من انها مش شكل ومش مش حاجة حلوة قوي يعني. لكن هي بالنسبة له يعني انا كده سوبر ماما. فهي طعمها حلو جدا بغض النظر عن ان الشكل مش احسن حاجة زي ما انا قلت لكم، بس هي فعلا حلوة في الحقيقة، كمان منظرها مش وحش قوي، لكن هي جميلة وسهلة لكل المبتدئين يقدروا يعملوها. وفرحي اولادك، انت تقدري تعملي اي حاجة وتقدري تعملي كل حاجة، وانتي احسن ماما في الدنيا. قدمت لكم الجاتوه شاتوه النهاردة من بيت قرقوشة، يا رب تعجبكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم. وانا بحب اقدم المحتوى بتاعي بطريقة سهلة وبسيطة ومبسطة ومتاحة وموجودة في كل بيت، تقدر اي حد في الدنيا يقدر يعملها بدون ما تكون مكلفة عليه. تحياتي ليكم، وما تنسوش تصلوا بينا على سيدنا النبي ونقول مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وندعي دعاء حلو كده النهاردة، ونقول مع بعض اللهم عافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، تعليقاتكم بتشجعني جدا وميرسي وألف شكر لكل واحد شاف الفيديو بتاع الكيك العادي. تحياتي ليكم وميرسي جدا على المشاهدات بتاعتكم. مع السلامة.